أما سمعنا به بالأمس من قيام أحد المنحرفين الضالين الأنجاس الكلاب الحقيرين بحرق المصحف الكريم في السويد عند السفارة التركية لإغضاب المسلمين، فنقول نعم وصلت إلى ما أردت وغضبنا، ولكن أردنا أن نعلم أن هذا الأمر لا يهمنا كثيرا ما يقولون إن الحكومة هناك أو القوانين هناك لا تمنع. ما همتنا حكومتهم ولا همتنا قوانينهم، يكفينا أن الله يمنع سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر فقط بقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلينا أن نتذكر دائما بغض هؤلاء في الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأي محادة أعظم من إحراق كتاب الله تبارك وتعالى؟ فنقول لهذا النجس القدر الذي قام بإحراق كتاب الله تبارك وتعالى: شلت يدك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من حطيم جهنم، اللهم آمين. وهذا الكلب الذي قام بهذا الفعل وكل من رضي بفعله من حكومتهم أو من أفراد شعبهم، كل من رضي بهذا الفعل فهو كلب عندنا لا يسوى نعالا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى. ونقول: ما ضر السحاب نبح الكلاب. فهؤلاء الكلاب الذين يحاولون أن يثيروننا بالتعدي على هذه المقدسات نقول لهم: نعم وصلتم إلى ما أردتم وأثرتمونا، ولكن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون من باب أن الإنسان يعتز بدينه أكثر ويغار على دينه أكثر ويتذكر بغض هؤلاء لديننا وبعدهم عن الحق. وكذلك في الوقت ذاته حقيقة ما قامت به الحكومات الإسلامية من ردة فعل وتنديد بهذا الفعل، هذا موقف جيد، ونسأل الله أن تكون مواقف أشد على هؤلاء الخبثاء الذين قاموا بهذا الفعل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. وادعوا عليهم، الدعاء على أمثال هؤلاء من أمثالكم الصالحين إن شاء الله تعالى مستجاب إن شاء الله تعالى. فادعوا عليهم أن يشل الله أيديهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، اللهم آمين، والله المستعان.